خطوات عملية نعلم بيها ولادنا المسؤوليات المنزلية بطريقة مظبوطة. 1. خلونا احنا الأول نكون قدوة في المسؤولية، علشان احنا لو بنقول اشتريتوني على فكرة، انتوا اشتريتوني، انا تعبت وحياة ربنا تعبت. لان ده بيوصل لهم ان المسؤوليات حاجه وحشه وممله وصعبه، ولما يجوا يعملوها هيعملوها بنفس الطريقه اللي مليانه زهق وتذمر. لكن احنا عايزين نعلم ان هم يعملوا المسؤوليه بحب وبرضا وبشكر ان ربنا ادانا بيت واسره احنا مسؤولين عنها بنحافظ عليها. 2. بلاش نقول لا 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 اعملها انا، دول بيبوظوا مش بيصلحوا ابدا، لان ده بيغرس جوه الطفل انه ما يقدرش ابدا يصلح فوضى، انه ما يقدرش يحل مشكله، وان لازم حد تاني يكون بيعمل له حاجته ويكون مسؤول عنه. 3. ندربهم على المسؤوليه لفتره علشان تطلع فعلا زي ما بنتمنى، ولما نطلب حاجه نحاول نفصصها له، فبدل ما نقول روقي الاوضه نقول هنلم اللعب، نروق السرير ونكنس الارض، كده تبقى الاوضه اتروقت. واخيرا خلونا عارفين ان الولاد مش دايما هتكون مبسوطه بالمسؤوليات دي، بس ده عادي، لاننا مش بس موجودين علشان نسعد ولادنا، لكن لازم نعلمهم وندربهم يعتمدوا على نفسهم ويتحملوا المسؤوليه، واكيد لما يكبروا هيقدروا. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات سن ولادكم، وهنبعت لكم شيت في كل المهام والمسؤوليات اللي يقدروا يبداوا بيها على حسب سنهم.